السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنراجع الوحدة الأولى رياضيات تانية إعدادي، بس مش مراجعة حفظ وخلاص، ده احنا هنحل مع بعض أسئلة كتير. هنحل نموذج امتحان كامل على الوحدة الأولى خطوة بخطوة، وهفهمك ازاي تفكر في السؤال وازاي تجيب الدرجة النهائية بسهولة. لو عايز تدخل الامتحان وانت مطمن ركز معايا للآخر، ويلا بينا نبدأ على طول. ندخل بقى في أول سؤال، بيقول لك هات الوسط المتناسب بين العددين 4 و9. طب ما احنا عارفين ان دي ليها قانون معروف اللي هو موجب وسالب جذر حاصل ضرب الأول في التالت، اللي هو أصلا مديهولي اللي هو 4 في 9، يعني هيطلع بيساوي موجب وسالب جذر 36، اللي هو بيساوي موجب وسالب الستة. فالإجابة تطلع معاك جيم. تاني سؤال بيقولك إذا كان عندي إكس على 3 بتساوي الواي على 4 بتساوي الإكس زائد 2 واي على الكي. احنا كل اللي هنعمله هنعمل زي ما هو عامل اللي هو عامله هنا ده، يعني عندنا الاكس هو سابها زي ما هي، فهنسيب طبعا التلاتة برضو زي ما هي. طيب عمل ايه؟ هنحط الزائد هنا والزائد هنا. عمل ايه في الواي؟ ضربها في 2، يبقى هتطلع هنا 2 واي، وطبعا في المقام برضو هنضرب الاتنين في الاربعة اللي هو ب8، فتطلع الإجابة عندك بتساوي ايه؟ الإكس زائد 2 واي على 3 زائد 8 اللي هو 11. فكده أنا طلع لي الكيب كام؟ ب11، فالإجابة برضو طلعت رقم ج. سؤال رقم 3 بيقولك إذا كان عندي 8A بتساوي 2B، فإن A على B هتطلع لي إيه؟ راح من A للB، وإحنا قايلين إن إحنا إيه؟ ما بنرجعش بإيدينا فاضية، فهتبقى الإجابة 2 على 8 اللي هو بيساوي 1 على 4 اللي هو د. ندخل في سؤال رقم 4 بيقول لي إذا كان عندي A على B بتساوي 3 على 4، فما قيمة 4A ناقص 3B زائد 7؟ تعالى نمسك الجزء دوت كده ونعمل له طرفين في وسطين، هيبقى 4A بتساوي عندك كام؟ 3B. طيب ما تيجي بقى نعوض هنا، هيبقى عندي 4A زي ما هي ناقص 3B، احنا لسه جايبينها هنا بايه؟ 3B طلعت بتساوي 4A، يبقى ناقص 4A زائد 7. يبقى ده بقى بايه؟ لما نطرحهم من بعض بصفر، يبقى 0 زائد 7 الإجابة تطلع لك كام؟ 7. يبقى برضو الإجابة رقم ج. ندخل في سؤال 5 بيقول لي 3 على ام بتساوي 7 على الان، والان ناقص الام بتساوي 20، فما قيمة الام؟ عايز قيمة الام. طب ما تيجي نعمل ايه؟ هنقول قايلين تمام ام على 3 بتساوي الان على 7، الكلام ده يطلع بيساوي كام؟ بيساوي كي. دي كانت خاصية عندنا، ونقدر دلوقتي نجيب قيمة الام ونقدر نجيب قيمة الان. الام هتطلع بتساوي معاك كام؟ 3 كي. طب والان هتطلع بتساوي 7 كي. حلوة قوي. هو عايز ايه؟ عايز قيمة الام. طب ما انا لو عايز عشان اجيب قيمة الام دي انا محتاج اصلا اجيب الكي، فهروح بقى للحاجة اللي هو مديهالي ديت اللي هي ان ناقص ام، وعوض فيها. الان بايه؟ ب7 كي ناقص الام ب3 كي، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 20. طب 7 ناقص 3 كي، 7 كي ناقص 3 كي ده بكام؟ ب4 كي بيساوي 20. انا علشان اجيب الكي هقسم هنا على 4 وهنا على 4، فالكي هتطلع بتساوي معاك كام؟ هتطلع 20 على 4 اللي هي فيها الخمسة. مش تتسرع وتروح تكتب لي الإجابة بقت 5، لا ده هو عايز الام مش عايز الكي. طب والام بإيه؟ ب3 كي، يعني 3 في 5 اللي هو ب15، فالإجابة تطلع رقم ج. ندخل في سؤال رقم 8 بيقولك سؤال 6 بيقولك إذا كان A على B بتساوي البي على السي، فإن الA على السي تطلع بإيه؟ تعالى نكتب الأول النسبة اللي هو مديهالي كده عشان نحل بوضوح. الA على الB بتساوي البي على السي، الكلام ده هنساويه بالكي. تعالى بقى نجيب قيمة ال A هتطلع بتساوي معانا سي كي تربيع، والبي هتطلع بتساوي سي كي. طيب حلو قوي. هو عايز ايه؟ هو عايز الايه على السي، الايه اللي هي سي كي تربيع على السي، فالسي هتروح مع السي، فالاجابه هتطلع لك كي تربيع. بس هل في الاختيارات عندك في كي تربيع؟ لا. طب ما تيجي نمسك من الجزء اللي احنا هنا دوت ونقوم مربعينه كله، هيبقى هنا تربيع، هنا تربيع، هنا برضو تربيع، وهنا تربيع، وهنا تربيع. يبقى انا عندي الكي تربيع اللي طلعت لي ديت بتساوي ايه؟ بتساوي الايه تربيع على البي تربيع بتساوي البي تربيع على السي تربيع. انهي فيهم اللي موجوده في الاختيارات؟ الايه تربيع على البي تربيع اللي هي الاجابه رقم ج.
يلا بينا ندخل في سؤال رقم 7. بيقولك إذا كان عندي ال A على ال B بتساوي ال B على ال C بتساوي ال C على ال D بتساوي الربع، فما قيمة ال A زائد ال B زائد ال C على ال B زائد ال C زائد ال D؟ هو عمل ايه دلوقتي؟ هو قال مجموع المقدمات على مجموع التوالي، واحنا عندنا خاصية بتقول مجموع المقدمات على مجموع التوالي بتساوي احدى النسب، يعني لا تطلع بتساوي البي على السي، بس دي مش موجودة في الاختيارات، لا اما تطلع سي على الدي لا اما تطلع ايه على البي، ودول برضو مش موجود في الاختيارات، اما يطلع 1/4، وهي دي الوحيدة اللي موجودة في الاختيارات، فالاجابة تطلع جيم. مش عارف ايه حكايتهم مع جيم، كل الاجابات طلعت معانا جيم. سؤال رقم 8 بيقولك إذا كان عندي 2A بتساوي 3B بتساوي ال4C، عايز ال A نسبة لل B نسبة لل C بتساوي كام؟ حلو قوي. هنعمل ايه في سؤال زي دوت؟ تعالى نكتب الاول الحاجات ديت كنسب، يعني انا عندي هنا 2A و 3B، الكلام ده بيساوي ال4C. عايزين حاجة بتقبل الاسم على ال2 وال3 وال4 تطلع لي ال12. طيب كده نقدر نجيب بقى ال A. طبعا احنا هنا ديت هيبقى فيها 1/6 و3 على 12، يعني 1/4 و4 على 12 اللي هي فيها 1/3، فالإجابة هتطلع لي ال A على 6، البي طبعا الكلام ده بيساوي البي على 4 بتساوي السي على 3، يعني الإجابة طلعت 6 و4 و3 اللي هي رقم ب. ندخل في سؤال رقم 9. بيقول لي إذا كانت الإكس والتمانية والإكس تربيع في تناسب. حلو قوي، يعني الإكس على 8 تطلع بتساوي 8 على الإكس تربيع. لما نيجي نعمل طرفين في وسطين يبقى عندي هنا الإكس في الإكس بإكس تربيع تطلع إكس في إكس بإكس، إكس في إكس تربيع بتساوي إكس تكعيب بتساوي 8 في 8 اللي هي 64. لما أجيب الإكس لوحدها اللي هو عايزها يبقى الجذر التكعيبي لل64 اللي هو هيطلع بيساوي 4، فأنا كده جبت قيمة الإكس بكام؟ ب4 اللي هي د. ندخل بقى في الأسئلة المقالي. بيقول لك أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من الأعداد 4 و3 و16 و13. طبعا احنا متعودين من فيديوهات الشرح إن لما بيقول لي ضيف عدد فاحنا بنعتبره إكس، يبقى أنا عندي كده بقت 4 زائد الإكس و3 زائد إكس و16 زائد الإكس و13 زائد الإكس. بيقولك فإنها تكون متناسبة. تمام، يعني هما في تناسب، يبقى 4 زائد الإكس على 3 زائد الإكس بتساوي 16 زائد الإكس على 13 زائد الإكس. نعمل إيه دلوقتي؟ تعالى نضرب طرفين في وسطين، هنضرب ده في ده وده في ده. حلو قوي، يبقى عندي هنضرب ال4 في ال13، احسبها بالآلة هتطلع لك 52 زائد ال4 في الإكس ب4 اكس. مش تستسجى بقى وتقول لي 4 في 13 وبعديها اكس في اكس، لا طبعا احنا هنمسك اول واحد ونضربه فيها كلها، مش هتعرف تعمل كده بسرعة. اضرب طلع القوسين الاول، يعني قوم قايل كده هوت 4 اكس في ال13 زائد الاكس، وابدأ اضرب واحدة واحدة عادي جدا. بعد كده عندنا الاكس في، نمسك بقى القوس التاني، الكلام ده هيطلع بيساوي ال16 في ال3 اللي هو ب48 زائد ال3 اكس زائد ال16 اكس زائد الاكس تربيع. لما نيجي نبسط الكلام دوت عندنا هنا اكس تربيع هتروح مع اكس تربيع، لان اكيد واحدة منهم هتتنقل الناحية التانية فهيروحوا مع بعض. تعالى بقى نحط ايه الارقام مع بعض والاكس مع بعض. هتبقى عندك ال17 اكس ناقص ال19 اكس. هتقول لي جبنا ال19 دي منين وجبنا اصلا ال17 دي منين؟ احنا عندنا هنا هتبقى 4 زائد ال13 اكس زي بعض، فلما نيجي نجمعهم هيطلعوا لي هنا ايه 17 اكس، ولما اجي اجمع هنا ال3 اكس يبقى عندي 17 اكس ناقص 19 اكس بكام؟ بسالب 2 اكس بتساوي ال 48 ناقص ال 52 بسالب 4. هنقسم هنا على السالب 2 وهنا على السالب 2، فالاكس هتطلع لي بايه؟ السالب هيروح مع السالب، 4 على الاتنين فيها الاتنين. ندخل في السؤال التاني المقالي. بيقولك إذا كان عندي B وسطا متناسبا بين A و C، يعني عندنا ال A على ال B هتطلع بتساوي ال
البي على السي ده بيساوي الكي. تعالى نجيب بقى قيمة الاي ونجيب قيمة البي. الاي هتطلع بتساوي سي كي تربيع، والبي هتطلع بتساوي السي كي. ده اسمه الطرف الايسر وده اسمه الطرف الايمن. تعالى نعوض مكان الطرف الايسر. اول حاجة الاي تربيع يعني سي تربيع كي اس الاربعة على البي تربيع يعني سي تربيع كي تربيع زائد البي تربيع اللي هي سي تربيع كي تربيع على السي تربيع هي. الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ السي تربيع هنا هتروح مع السي تربيع، والسي تربيع هنا هتروح مع السي تربيع. عندنا الكي أس 4 على الكي تربيع ده هيطلع لي بكي تربيع زائد الكي تربيع، يعني هيطلع بيساوي 2 كي تربيع. كده احنا جبنا قيمة الطرف الأيسر وهنسميه 1. تعالى بقى نجيب قيمة الطرف الأيمن اللي هو هنا 2 في الايه اللي هي سي كي تربيع على السي، فالسي هتروح مع السي فهيتبقى لي ايه 2 كي تربيع. ده طلع فعلا الطرف الايسر بيساوي الطرف الايمن، فنقول من 1 و2، فاذا تحقق المطلوب اثباته. ندخل في سؤال رقم 3 ونركز مع بعض شويه فيه. بيقولك اذا كان عندي اكس زائد واي على 10 بتساوي واي زائد زد على 9 بتساوي زد زائد الاكس على 11، اوجد قيمه اكس زائد الواي زائد الزد على واي ناقص الاكس. تعال نشوف هنعمل ايه علشان يطلع لي البسط اللي هنا دوت اللي هو اكس زائد واي زائد الزد. هقوم جمع البسط ده مع البسط ده مع البسط ده. طب ما تيجي نجرب. هيبقى عندي اكس زائد الواي زائد واي زائد زد زائد زد زائد اكس. طبعا اللي عملناه في البسط لازم نعمله في المقام، فهيبقى 10 زائد 9 زائد 11. الكلام ده هيطلع لي بيساوي ايه؟ عندي اكس واكس يعني 2 اكس زائد الاتنين واي زائد الاتنين زد، و10 زائد 9 زائد 11 هتطلع لي 30. لما تيجي ناخد من فوق الاتنين دي عامل مشترك، لما اخد الاتنين عامل مشترك هيتبقى اكس زائد الواي زائد الزد، وفي المقام 30 زي ما هي. طيب الاتنين على 30 فيها 15، فتطلع الإجابة عندي اكس زائد الواي زائد الزد على 15، ودي كده هتساوي إحدى النسب وهنسميها رقم 1. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف هنعمل ايه علشان يدينا المقام ده واي ناقص. قالك هنعمل حاجة بسيطة جدا. تعالى نضرب آخر نسبة ديت في سالب، يعني هتبقى سالب زد سالب اكس على سالب 11، ونجمع عليها النسبة دي، او عادي جدا لو كانت النسبة دي، بس احنا بنجمع في نسبة واحدة فيهم. تعالى احنا نجمع في الواي زائد الزد على 9، فهتبقى عندك واي زائد الزد ناقص الزد ناقص الاكس على 9 ناقص 11. تطلع الكلام ده بيساوي معاك كام؟ هنا الزد هتروح مع الزد هيطلع لي واي ناقص الاكس على 9 ناقص 11 بسالب 2. ده كده بيساوي إحدى النسب، وده كده رقم 2. تعالى بقى نساوي 1 ب2، فهيبقى عندك الإكس زائد الواي زائد الزد على 15 بتساوي الواي ناقص الإكس على سالب 2. عندنا خاصية كانت بتقول ان احنا عندنا مقدم النسبة الاولى على مقدم النسبة التانية بيساوي تالي النسبة الاولى على تالي النسبة التانية، فهتبقى عندك اكس زائد الواي زائد الزد على ده كده جزء تاني على واي ناقص الاكس بيساوي ايه 15 على السالب 2، وهي دي فعلا اللي هو عاوزه. وبكده نكون خلصنا حل النموذج، فاضل بس جزء صغير كده ممكن نكمله الفيديو الجاي. لو فهمت معايا الاسئله ديت فاطمن جدا، انت مستواك كويس. ما تنساش تراجع الاخطاء اللي وقعت فيها وتحل اسئله كتير. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل المراجعات اول باول. ربنا يوفقكم جميعا واشوفكم في فيديو جديد قريبا ان شاء الله، ومع السلامه.